السيجما أو النرجسي، من الأقوى؟ في مواجهة ما بين السيجما والنرجسي كاين بزاف ديال الاختلاف ما بيناتهم، يعني والاختلاف حتى في مصادر القوة. مثلا السيجما القوة ديالو في الداخل ديالو، في التركيبة النفسية ديالو والتركيبة الفكرية ديالو، بينما النرجسي القوة ديالو كتبدا في يعني كتبدو في الظاهر، يعني ظاهريا القوة كتبان عليه، مي في الداخل عنده واحد الهشاشة، عنده واحد الضعف نفسي واضح اللي تعرف عليه بطريقة عامة. بالنسبة للنرجسي، النرجسي كيعتمد غالبا ودائما على التلاعب وعلى السيطرة على الآخرين. عنده النفسية هشة، يحتاج دائما الإعجاب والاهتمام ولفت الانتباه ديال الناس. وبهذا الشيء وكيفاش كيحصل على هذا الشيء هذا؟ باستعمال بزاف ديال الأساليب، منها اللعب، منها التقليل، منها الغاز لايتين، اللي هما تقنيات وألاعب نفسية اللي كتخليه يتحكم في الطرف الآخر. يعني الشخص الآخر كيلقى راسو محاط بهاد المكائد ولا بهاد الألاعب النفسية اللي النرجسي كيمارسها عليه. إذا ما كانش إنسان قوي نفسيا وعنده ذكاء اجتماعي وعاطفي، ما يقدرش يدرك هاد الألاعب، وكيوقع فريسة النرجسي اللي بيان سور كيبقى يتحكم فيه دائما، وكيعرف له نقاط الضعف ديالو وكيزيرو بها. وهذا الشيء هذا النقص الضحية بالذكاء الاجتماعي والعاطفي، واللي هو عند النرجسي عنده ذكاء اجتماعي وعاطفي كبير بزاف. داك الشيء علاش كيخليه قاد أنه يمارس هاد الألاعب بطريقة بديهية. بينما السيجما ما عندوش هاد الضعف هذا في الذكاء الاجتماعي ولا حتى العاطفي. سيجما قوي ذهنيا، يعني نفسيا وحتى ذكاء ذهني، يعني والذكاء الاجتماعي والعاطفي حتى هما عندهم بشكل قوي. فهو ما كنضاليش عليه هاد الحركات ولا هاد الألاعب اللي كيمارسها النرجسي. هو السيجما ما تيبغيش السيطرة على الآخرين، يعني كيبغي يسيطر على نفسه وعلى الاحتياجات النفسية ديالو. هو شخص مستقل كيخدم غير بوحدو وما محتاج الاعتراف من الآخرين. يعني السيجما اش كيدير هكا؟ لأنه محتاج الناس تشوفوه على أنه قوي، تشوفوه على أنه متمكن، أنه جميل، أنه بزاف ديال الصفات ديال القوة ولا الصفات ديال الجمال ولا يعني خصو يخلي الآخرين دائما منبهرين به. والسيجما مختلف عليه تماما، يعني ما تيبغيش هاد الأشياء. هو كياخد الاعتراف ديالو سواء بالقوة الجسدية ولا القوة النفسية ولا أنه يكون وسيم. هو خصو يحس من الداخل ديالو على، يعني هو يعطي التقييم لراسو من الداخل، لأنه كيحتاج الناس من الخارج. يعني هو التقييم ديالو هو المعمول به بالنسبة ليه، هو اللي كيثق فيه، هو اللي يعني هو الأولوية بالنسبة له. يعني وخا الآخرين مثلا يقولوا أنت فقير، إلا شاك كاين كيشوف راسو هو أن عنده قدرة مالية مزيانة فما محتاجش هو هذيك. إلا كان كيشوف راسو هو جميل فما يحتاجش الآخرين يقولوا أنت جميل ولا أنت قبيح. وما كيسمحش للناس يدخلوا المشاعر ديالو. هادشي كيعطي قوة نفسية كبيرة، يعني ما كيخليش الناس تحكم في المشاعر ديالو ولا كتغير ولا
كتعطيه شي مشاعر مزيفة، مثلا بحال أنهم يجاملوه وأنهم يتودوا ليه، ولا أنه يحب هادشي هذا. ولا هو أي شي كتجي من الخارج ما كيقبلهاش وما كيعطيهاش أهمية، وكل القوة ديالو وكل الأهمية ديالو عنده من الداخل. كيفاش كيشوف الأشياء وكيفاش كيشوف الاحتياجات ديالو من الداخل، يعني ماشي من الخارج. وكيعرف بيان سور يقرا الناس بطريقة سهلة، فهمتي؟ يعني ما عادش النرجسي يعني يقدر أن يمارس جميع الألاعيب ديالو عليه، لأنه غيعرفو من الوهلة الأولى. من الوهلة الأولى غيكتشفو وغادي يوقفو، ولا غادي يعطيه أشياء اللي تقدر أنها توقفو ولو تصدمو. يعني حتى تصدم النرجسي كيعرف بأن ما كيتعاملش مع ضحية محتملة سهلة واعتيادية، يعني كيتقابل مع شخصية مختلفة. ربما الألاعيب ديالو كلها ما تنطالعش عليه. فنقدروا نقولوا بلي إلا كان القوة كتقيم بالنفوذ الاجتماعي ولا الضغط النفسي، ولا في المواجهة ما بين على المستوى ديال النفوذ الاجتماعي ولا المستوى النفسي، وحتى في المظهر، يعني في الظهور ولا في المظهر الاجتماعي، النرجسي كيبان أقوى، إنه كيلعب على العقول وكيعرف كيفاش يسيطر على المجموعات. يعني هو كيسيطر، يعني هو أصلا الهدف ديالو السيطرة، وأكيد غيحيط به غير الناس اللي مسيطر عليهم من طرفه. أما إذا كانت الأمر يتعلق على الصمت وقوة الشخصية والقوة الداخلية ديال الفرد، فأكيد سيغما هو اللي غيربح، لأنه أصلا ما كيعطيش النرجسي الوقود ديالو اللي هو الاهتمام وحتى ردود الأفعال. يعني النرجسي يعني يكره كره شديد السيغما لأنه ما كيتفاعلش معه. يعني النرجسي خصو على الأقل تكون كدي وتجيب معه في الهضرة، يعني سواء بالنسبة له هو إعجاب ولا سب ولا شتم ولا كلام ولا لا يهم، بالنسبة له هو اهتمام، كل شيء اهتمام. ما كاينش فرق ما بين شيء سيء وما بين شيء فيه. السيء بالنسبة للنرجسي هو التجاهل، أن الصمت، أن اللامبالاة، أن يتصور أنه موجود أو غير موجود. هذا هو يعني القتل النفسي اللي هو يعتبره هو قتل نفسي، وكيعتبره هو تهديد صريح وخطير بالنسبة له. وكيقدر السيغما يعزل النرجسي ويخليه يحس بالفراغ، الفراغ الداخلي، على أنه لا شيء. فهمت؟ أنه لا شيء، لحقاش السيغما النرجسي بليتو كيحس بأنه هو شيء كبير، يعني في الوسط اللي هو مسيطر عليه، كيحس بأنه شيء كبير وكيضخموه وكيسمع له الكلام اللي الناس اللي كيسيطر عليهم كيعطيوه بزاف ديال compliments ديال compliments، ما عرفتش نقول بالعربية compliments. يعني كيعطيوه بزاف ديال المديح، كيعطيوه بزاف ديال المديح وديال هذا داكشي باش كيخليوه يحس بواحد الإحساس رائع على نفسه، وأنه كيشوف نفسه ما كيشوفش الآخرين تقريبا، هي مجرد أتباع. وبالنسبة وأما السيغما كيعرف كيفاش يفت سميتو يتلفت الانتباه بدون تلاعب، بدون هاد الألاعيب النفسية، بدون هاد الشيء. هو كيتعامل بطريقة نقية وصافية مع الناس، وما تيحاولش يسيطر عليهم، وحتى لو أرادوا هو ما يسيطر عليهم ما غيسيطرش عليهم. وإلا كان أمور كيتعلق بشي قيادة ولا بشي أخذ شي مرتبة قيادية، فهما اللي غيعطيوها له، وهما اللي غيتفقوا على أنهم يكون هو القائد ديالهم. فهو وما محتاج أصلا المدح ديالهم ولا الشكر ديالهم ولا داكشي، لأن كل شيء كما قلنا قبل هو جاي من الداخل، ما كيحتاج أشياء أخرى ولا محتاج كلمات تجي من الخارج.
ويمكننا نقولوا بأن القوة ديال النرجسي كتكمن في القوة سطحية خارجية اجتماعية، والقوة ديال السيغما هي قوة داخلية، قوة نفسية، قوة الفرد، يعني باعتماده على نفسه وباعتماده على القوة النفسية الداخلية. النرجسي كيغلب الناس اللي كيبغيو الاعتراف او اللي ضعاف نفسيا، اما السيغما كيمشي من طريق اخر وبلا ما يلعب اللعبة اصلا. شكرا اصدقائي على المتابعة، كنتمنى ديروا اعجاب وديروا اشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد وتكونوا اصدقاء معنا في الطريق هذا.